وانا بقول الكلام ده حرصا على استقرار البلد، وبقول انه لا عنف، وبدعو كل الشباب اللي هينزل تظاهرات يا جماعه لو ضربت بولوتوف ولا استخدمت العنف هيطلع محمد مرسي للرأي العام ويقول اهم دول مش مظاهرات سلميه ولا حاجه، ده مش الشعب المصري، دي عصابات واولاد متأجره طبعا. فاذا امنا ان احنا نمشي هذا النظام وباذن الله هنمشيه، يبقى الشعب المصري يطلع مظاهرين وحقنا، والجيش مطالب بان يسمع الشعب المصري. اللي يقول لك مش عارف ايه الشرعيه مش الشرعيه هي الشعب المصري. عندما يخرج الشعب المصري، وانا متوقع هيخرج باذن الله عشرات الملايين، والله اللي انا بشوفه في الشارع واللي انا بسمعه من الناس ما فيش حد هيقعد في بيته، لان دي قضيه مصير. وانا بشكر الاخوان المسلمين انهم في ظرف سنه استطاعوا ان يجعلوا الشعب المصري كله في ناحيه وال350,000 بتوعهم في ناحيه تانيه، بس مش اكتر. طب ليه ما نغيرهمش بالصندوق يا استاذ مصطفى؟ اي صندوق؟ هم دول بتوع صندوق؟ دول بداوا من اول ما مسكوا الحكم اجراءات تجفيف كل شيء، اقصاء للناس، تصفيه حسابات، خصوم رجال اعمال عاوزين ياخدوا مصانعهم يعملوا لهم مشاكل من تحت وبعدين يجوا لهم من تحت. انا اعرف في رجال اعمال دفعوا مبالغ بالملايين وهم سامعيني دلوقتي لناس وما خدوش ايصالات، لناس منهم وما خدوش ايصالات، واتمنى منهم ان تاتيهم الشجاعه والجرأه ويقولوا لي الشخص اللي دفع 100 مليون والشخص اللي دفع 25 مليون والشخص اللي دفع 30 مليون فلوس دي راحت فين وفي جيوب مين؟ البلد يا استاذه بقت مستباحه. النهارده كنا بنقول فساد النظام السابق، الان في فساد ممنهج وابتزاز وتهديد للناس. هوديك الكسب غير المشروع، يا تدفع من تحت الترابيزه يا بلاش. حته ارض هناخدها، مصنع هنخربه وناخده، شركات، فنادق، محلات. انا عايز بس كبار رجال الاعمال اخواني يقولوا لي اللي بيتباكوا دول واخواننا في الكسب غير المشروع سامعيني، يقولوا لي الناس دي جابت فلوسها منين؟ كانوا ايه امبارح وايه النهارده؟ تقول لنا الرقابه الاداريه التجاوزات اللي بتحصل، مش الرقابه الاداريه بتجري ورا فلان ورا علان. قولوا لنا، انا ما شفتش واحد اخواني لغايه دلوقتي يجري وراه من اي حته، لا رقابه اداريه ولا كسب غير مشروع ولا نيابه عامه، مع ان الوقائع ماليه الدنيا كلها. احنا لا يمكن ان نعيش في دوله الخوف ودوله القهر. المصريين شعب متحضر، شعب عنده اراده، شعب عنده ايمان. احنا بنحب البلد دي، ملناش غير البلد دي وهنفضل ندافع عنها. والله العظيم والله العظيم المصريون لم يشعروا برخص ارواحهم قد ما شعروا هذه الايام. كل واحد فاتح صدره، حتى لو قتل ما حدش هيقدر يوقفنا. واحنا خدنا العزم وخدنا القرار، مرسي لازم يمشي، يعني لازم يمشي. بس المصريين دول مش هما برضو اللي جابوا الدكتور مرسي وجابوا الاخوان من قبله حتى في الانتخابات البرلمانيه بالصندوق يا استاذ مصطفى؟ بصي، مساله صندوق دي عليها علامات استفهام كتيره جدا. الارهاب اللي عملوه وال1,800,000 استماره والبلاوي اللي شفناها كانت توجب الغاء الانتخابات لو هنتكلم بجد بقى. لكن الناس اتخدعت فيهم، بدليل ان هاتي اي حد كان معاهم. احنا كل يوم في ستات بتطلع كده على التلفزيونات وتشتم على نفسها وتدعي على نفسها انها ادت صوت لمحمد مرسي. من بسطاء البشر. سيبنا عن حزب عصير الليمون ده اللي وقعنا في نكسه ووكسه، اللي وقفوا كده في فيرمونت واللي راحوا واللي جم واللي قالوا لنا احمد شفيق فلول ايه؟ فلول ايه وبتاع ايه؟ امال اللي بيحصل ده الاخوان هم الفلول، ده الاخوان هم اللي كانوا بيعقدوا الصفقات مع حسني مبارك. بس خليني برضو يعني اتبنى وجهة النظر الثانيه يا استاذ مصطفى. دلوقتي حد سمعنا ممكن يقول انه طيب لو الاستاذ مصطفى بكري، لو اي حد تاني جه رئيس جمهوريه، ممكن برضو حد تاني معارض ليه يطلع ويقول لا الصندوق عليه علامات. والله لو في اي علامات اوكي مفيش مشكله، لو في اي كلام اهلا وسهلا قدامنا جهات التحقيق. لكن انا بسال جهه التحقيق، وزير العدل احال قضيه انتخابات الرئاسه من شهر اكتوبر لغايه اكتوبر 2012. النهارده احنا دخلنا في شهر خلاص يونيو 2013، لم يبدا قاضي تحقيق واحد التحقيق، بل بالعكس. اول تحقيق المستشار اسامه قنديل مشي، وثاني تحقيق المستشار بعده مشي، وثالث تحقيق المستشار الثالث لم يبدا بعد. ايه الموضوع؟ هو مش قانون الانتخابات الرئاسيه اصلا كان في ماده تحصن النتيجه يا استاذ مصطفى؟ الماده 28، الماده 128. طيب. لكن في كل الاحوال في تجاوزات قد جرت والصناديق ما زالت موجوده. احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل.
بشكل او باخر. لكن انا ما بقولش القضيه اصبحت يعني بعض الناس يقول لك الصندوق، لا مش الصندوق نغير بس. بالصندوق. سافترض انه الراجل ده كان ناجح بجد، ماشي اوكي ما عنديش مشكله، لكنه حنس بالقسم اللي قسمه قدام المحكمه الدستوريه. افشل الدوله المصريه، تسبب في افلاس الدوله المصريه، تسبب في الانقسام في المجتمع المصري، اضاع مصالح مصر القوميه والوطنيه. كل ده يوجب مساءلته، مش عزله بس، مساءلته. خلونا نتكلم بروح مسؤوله الان. القضيه مش قضيه ان احنا بنطلق شعاراته بس بالصندوق. طب ايه رايك اللي بيقول نغير بالصندوق؟ هو بيعمل كل الاجراءات ومن بينها قانون السلطه القضائيه اللي عايزين نطلعوه، وعلى فكره عايزين نطلعوه اليومين دول كمان. القانون ده هدفه ابعاد 3500 قاضي عشان يجيب بدل منهم ويجري انتخابات تزوير. ازاي تطلبي مني اثق في ناس اصلا هي اصلا ملهاش لا وعد ولا كلمه؟ الم يقل الرئيس قبل ذلك في ان احنا هنعمل الدستور مش هيمشي الا كان توافقي؟ بعد 48 ساعه مشاه بطريقته الخاصه. انا ما ادانيش وعد حتى الان صدق فيه. ما فيش خريطه طريق حتى الان مشي عليها. ما فيش تحسن. الراجل قاعد متفرغ لتصفيه الحسابات مع رجال الاعمال ومع فلان، وده يعمل شركات وده يعمل مش عارف ايه. النهارده اللي بيحكمني في القصر الجمهوري اسعد الشيخ ابن اخت محمد مرسي. ده بقت عيله بقى، شويه رجال اعمال وشويه مش ما لهمش كفاءات. ده انت حركه المحافظين اللي عملتها دي، وانا نشرتها على فكره من يوم الخميس كامله. الحركه دي ادانه للنظام ده، لانه ما فيهمش لا حد فيهم كفاءه، ولا حد فيهم اشتغل في حكم محلي، ولا حد فيهم يعرف حاجه في اي حاجه. فانت النهارده بتحرق دمنا يعني، بتحاول تركعنا يعني، بتقول لنا انا هخرب البلد دي. لا مش هنمكنك من تخريب مصر. طب لو حد من انصار الرئيس مرسي شايفنا وسمعنا دلوقتي يا استاذ مصطفى، هيقول لحضرتك بالتاكيد ما هي برضو المعارضه مش مدياله فرصه ان هو يشتغل، مش مدياله فرصه ان هو ينفذ برنامج النهضه. هو احنا اصحاب قرار؟ حاول يقعد معاهم اكتر من مره، رافضين ان هم يقعدوا. سيبك عن القعده، ما قعد قبل كده واللي قعدوا طلعوا قالوا ما فيش وعد نفذه من انصاره وحواريه، بدليل حزب النور. وحزب النور طول عمره حليف معاه. احنا ليس بيدنا القرار. يعني لو رئيس الدوله عاوز قرار بتفعيل مشروع النهضه اللي بيقول عليه النهضه الوهميه دي كان فعله. مش هم قعدوا ب 200 مليار دولار قبل كده؟ قالها ببرنامجه الانتخابي، وقالها خيرت شاطر في يوم من الايام في اجتماع مع المجلس العسكري. ما شفناش دولار واحد. وطلع واحد منهم يتحدث بكل صفاقه يقول لا احنا رجعنا 70 مليار جنيه من الاراضي. هي قضيه بانك بتبيع الاراضي؟ ده انتوا قلتوا هنجيب استثمارات من الخارج قيمتها 200 مليار دولار. لا جابوا استثمارات، ولا سابوا الاستثمار يشتغل على ارض مصر، ولا سابوا رجال اعمال يشتغلوا في امان، ولا حسسوا المصريين بالامان. اصبحنا كلنا امام مشروع هدفه بالاساس تفكيك الدوله، هدفه بالاساس اسقاط الدوله ثم اخوانتها بعد ذلك. يريدون مصر ان تكون اماره ضمن 80 اماره اخرى. لا ما ينفعش معنا الكلام ده. احنا بلدنا نعتز بها. انا شخصيا قومي عربي، لكني اعتز بالقطر الاقليمي اللي انا بنتمي اليه، زي ما بعتز بقريتي. ومحدش يلعب في حدود مصر، ولا اقدر اجامل في قطعه ارض من مصر، ولا اقدر اعمل مشروع اقليم قناه السويس اللي ليه اهداف خبيثه ويريد ابعاد سيطره الدوله عنه وابعاد قوانين الدوله عنه، ولا اقدر اتاجر في جيش مصر واقول ممكن يروح وممكن يعمل. لا، انت رئيس دوله لك اختصاصات محدده، لكنك أنا في تقديري أنت فقدت مشروعياتك منذ بداية حكمك. طيب هل تعتقد أنه لسه عندنا وقت، لسه في فرصة لإحداث توافق، لسه في فرصة يعني لقرارات رئاسية من الممكن أن هي تتخذ الآن، أو زي ما قلت توافق أو حوار ما للتهدئة وتقليل حدة الاحتقان قبل 30 يونيو؟ شوفي أنا في تقديري، هل لسه معانا وقت؟ شوفي أنا في تقديري قبل 30 يونيو هيحاول يعمل حكومة جديدة، هيحاول يضحي بوزير الداخلية الحالي، لانه في مشكله بين وزير الداخليه الان وبينهم، وفي مجلس الوزراء الاخير اتخانقوا خناقه كبيره جدا وهجم عليه. دي توقعات ولا معلومات؟ معلومات. هجم عليه معلومات. هجم عليه الطفل المعجزه وزير الاستثمار الجديد ده يحيى حامد، هجم عليه هجمه هو وبشر والمجموعه كلها. وانت لازم تحمي المقرات، وانت لازم تقاوم المظاهرات، وانت لازم كذا. قال لهم انا لن اكرر 28 يناير ابدا تاني، ولا عايزين تعملوا انتوا روحوا. لا هحمي مقرات ولا هنزل مظاهرات. الحتت اللي هدافع عنها بدمي هي مؤسسات الشرطة المصرية. فيما عدا ذلك أنا هحمي المنشآت أهلا وسهلا، لكن أنا مش هنزل أي مظاهرة. الحاجة الوحيدة اللي أنزل فيها لو جت هجمات على المتظاهرين المتسالمين هقف واتصدى، لكن غير ذلك لا.
فبداوا يتامروا عليه الان عشان عايزين يشيلوه، يقدموه كبش فدا وضحيه. وبالتالي حضرتك متوقع انه يعني يتم تغيير وزير الداخليه الآن؟ انا متوقع في الايام الجايه انه ولا عندك معلومه؟ انا متوقع في الايام الجايه ان يحاولوا يفرضوا حاله الطوارئ، يغيروا الحكومه، يمشوا وزير الداخليه، يحلوا جهاز الامن الوطني، ده مطروح على فكره بشده. وفي نفس الوقت كل ده قبل 30/6. وفي نفس الوقت طبعا ده مطروح، هيعملوه ولا مش هيعملوه، هيعملوا ايه منه، لكن ده بيدرس الان. وفي نفس الوقت هيجي قبلها يمكن بيوم او يومين يقول لك طيب خلاص من اجل التوافق الوطني انا هطرح نفسي على الاستفتاء، خلاص استفتوا عليا، لو انتم مش عايزيني يبقى امشي. ودي خديعه بحذر منها المصريين، خديعه، وبقول للشعب المصري يجب الا نسقط اسرى لخديعه اخرى. يخش ويروح ضارب الانتخابات يقول لك نجح ب 51%، خلاص بقى بيكسر، عايز يكسر عظمنا. بس كل ده من الممكن بالعكس ان هو يهدي الامور، ما دي كانت مطالب المعارضه يعني تغيير حكومه. فات الميعاد، انتهى الموضوع. الحل الوحيد على محمد مرسي اذا اراد ان ينقذ هذا الوطن ان يقف ويقول يا جماعه انا مع انتخابات رئاسيه مبكره، انا راجل فشلت وانا راجل بقيت مسؤول عن الجماعه اكثر من كوني مسؤولا عن المصريين، وانا اخطأت وفرطت، وانا بقول لكم انا اهو. يعمل زي جمال عبد الناصر الزعيم العظيم اللي في يونيو، بعد يونيو في 67 وقف وقال اتحمل المسؤوليه وساعود الى صفوف الجماهير. لكن هل يقدر مرسي يعملها؟ لو اراد ان ينقذ مصر يعملها، ما ارادش ينقذ مصر الشعب المصري هيعملها. وانا بقولها له اهو، بطلوا الغرور بتاعكم، كفايه غرور. فاخشيناهم فهم لا يبصرون. لكن انا عايز اقول ان الشعب المصري خد قراره، واي حد هيطلع يقول لنا روحوا بيتكم، او اي حد هيطلع يقول والله خلاص الراجل هيعمل يطرح نفسه على الاستفتاء، انا بقول هذا الحلف سيحاكم تاريخيا. اي مثقف سيسقط اذا قبل بذلك. الحل الوحيد الاول والاخير أن يمضي مرسي وأن تكون هناك انتخابات رئاسية جديدة. طب مش هي الصندوق، يعني صندوق الانتخابات الرئاسية المبكرة هو صندوق الاستفتاء ولا أنا ما عنديش ثقة فيهم، أنا ما عنديش ثقة فيهم شخصيا. هؤلاء أساتذة في التزوير، هؤلاء أساتذة في الصفقات، هؤلاء أساتذة في الكذب. أنا شايف ده قدامي على مدى سنة، على مدى سنة. أثق إزاي؟ إزاي أثق؟ أنا كيف أثق وأنا ما فيش وعد واحد تم الصدق فيه حتى الآن؟ ولكل ذلك نحن نريد بالفعل أن يكون في موقف واضح ومحدد، وأعتقد أن الشعب المصري سيقدم مفاجأة. أنا متصور أن كل المصريين هيخرجوا. بس برضو الدكتور مرسي ما نقدرش ننكر أن هو ليه برضو أنصاره اللي بالتأكيد مش هيقبلوا. أنا مش عايز حضرتك تعدي بهذه. أنا مش عايز نتقال ليه أنصاره، أنا عايز يتقال هو عمل إيه. وأنصاره هيعملوا إيه؟ هيجوا يكسروا إرادة الشعب المصري ويرغموه على وقف تأييده ويطلعوا يا ناس روحوا بيوتكم؟ طب خليهم يجوا. وانا على فكره لا اتوقع نزولهم يوم 30 يونيو، مش هينزلوا على عكس ما قال والايام بيننا. خليهم ينزلوا. لا مش هينزلوا، هيفكروا كويس قوي. وعايز اقول للناس خلوا بالكم، الاخوان بيهددوا على الفاضي. الاخوان عندهم مصالح اقتصاديه وعندهم بيوت وعندهم اسر وعندهم تنظيم، وعندهم التنظيم اهم من السلطه دلوقتي، لان هم عارفين لو دخلوا في صدام لا هيبقى في تنظيم ولا هيبقى في اقتصاد. عارفين كويس قوي. لازم يعرفوا ان الشعب المصري مش قارش ملحتهم، هيموت منهم. المساله تعدت حدود الخلاف السياسي. فانت النهارده هتطش في دماغك وتنزل تعمل حاجه كده او كده، ستجد من الشعب المصري ما لا تتوقعه. فانا بحذر وبقول خلينا نمشيها سلميه. احنا ما بنقولش والله هنحظر الاخوان ولا غيره، من حقهم ان يتواجدوا لكن في حدودهم وبما لا يتعدى القانون. وفي نفس الوقت بنعمل مجلس يدير شؤون البلاد لحين انتخابات رئاسيه مبكره. طيب حضرتك يعني قريب قبل على طول الإعلان عن حركة المحافظين الجدد كنت بالفعل توقعت مع زميلنا أسامة كمال توقعت أسماء المحافظين يعني أفتكر إيه كلها تقريبا كلها ولا في بعض أنا قلتها الخميس يعني ولا اسم كلها بالمحافظات بالانتماء السياسي ال17 واحد كاملين. ده كل مش توقع، دي معلومة بقى. طبعا معلومة، كانت معلومة.
هم اعلنوها الحد، انا قايلها الخميس بالليل قبلها ب3 ايام. نعم. طب شايف التوقيت صحيح ازاي؟ يعني هل ده التوقيت المناسب اللي كان يحصل انا اظن فيه حركة المحافظين؟ بصي، هم الحقيقه يعني لا يستطيع احد ان ياخذ من رصيد الاخوان قد ما هم عمايلهم اللي عملوها. يعني الرئيس مرسي كفير بنفسه، خطابه اللي عمله في اللقاء بتاع سوريا ده في حد ذاته يعني بالسلامه، اي حد يسمعه في ايه؟ رجل يقف ليخصم من رصيده اذا كان لي رصيد حتى الان.